عارف سر الحياة الناجحة؟ سر الحياة الناجحة بسيط جدا. قلل أخطائك، زود معرفتك بالحق واتبعه بكل قوتك. لما تملى عقلك بأفكار سليمة حياتك كلها هتتغير وظروفك هتتأثر بالإيجاب. زي ما الكتاب المقدس بيقول: تعرفون الحق والحق يحرر. عارف معناها إيه؟ معناها إن لما تمسك في الحق هتتحرر من الفشل، من الخوف، من العادات القديمة اللي بتشدك لورا. الحل هو الالتصاق بربنا يسوع، إيمان حقيقي. لما تغير تفكيرك وتخضع حياتك ليه هتلاقي التوبة بتاخدك لطريق جديد، طريق التوبة التي بلا رجوع. أفكارك هتتنقى، حياتك هتتجدد بالكامل وهتبقى إنسان مختلف. دلوقتي في الحلقة دي هنتكلم على 7 خطوات عملية تخلي عقلك يتحول من السلبي للإيجابي وتفتح لك باب تفكير جديد من الإبداع والتفكير الخلاق. تابعونا. كلمتين وبس. 1. جرب لمدة 24 ساعة إنك تتكلم عن كل شيء بإيجابية حتى لو كنت بتشوفه سلبي قبل. كمل أسبوع بنفس الأسلوب وبعد الأسبوع ده جرب ترجع لطبيعتك الواقعية يومين كمان وهتكتشف إن اللي كنت بتسميه واقعية كان تشاؤم وهتشوف الفرق بنفسك. 3. غذي عقلك زي ما بتغذي جسمك، ازرع فيه أفكار إيجابية لأن هي اللي بتبني حياتك. 4. افهم إن التغيير مش هيحصل في يوم وليلة لأنك قضيت سنين كتيرة في التفكير السلبي، فطبيعي تحتاج وقت عشان تتحول للإيجابية. 5. حاوط نفسك بناس إيجابيين، خلي في حياتك دايما ناس يشجعوك لكن في نفس الوقت ما تقطعش علاقتك بالسلبيين، بس خلي تأثيرك عليهم أكبر من تأثيرهم عليك. 6. ابتعد عن المناقشات السلبية، ولما تلاقي نفسك في وسط نقاش محبط بدل ما تسيب نفسك للكلام السلبي قدم انت وجهة نظر إيجابية لكن من غير ما تتأثر بالأفكار السلبية اللي حواليك. 7. صلي كتير وخلي صلواتك مليانة شكر لأنه بحسب إيمانك هيكون ليك. التغيير مش مستحيل ولا في أي سن، أي حد في أي وقت يقدر يغير فكره وعاداته وسلوكياته، بس لازم يتعلم يبقى مع النعمة. أي إنسان يقدر يتغير ويتجدد، بدليل معلمنا بولس الرسول اللي كان مضطهد للمسيحيين لكنه تغير وبقى كارز ومبشر عظيم. وده مش الوحيد، في كمان زكا والسامرية والمرأة الخاطية ومريم المجدلية والقديس موسى الأسود والقديس أغسطينوس، كلهم حياتهم اختلفت 180 درجة لما فكرهم اتجدد ولمستهم النعمة.